الحمد لله أحمده، والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه، واستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نغمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. افترض الله على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله وأصحابه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية منذ العصور حتى والدهور، وما زلنا في تاريخية اللغة العربية ومكانتها في أريتريا. وتوقفنا عند رجال سطروا أسماءهم في تاريخ أريتريا، وبدأنا مع الشيخ إبراهيم المختار مفتي ديار الإريتريا الأول رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذه الحلقة نتناول مؤلفاته ومنشوراته في الصحف والمجلات. أولا المؤلفات التي ألفها الشيخ إبراهيم المختار مفتي الديار الإريترية رحمه الله: كتاب هدية المستفيد في حكم صلاة الجمعة مع العيد. 2 إرشاد المبتدئ على مقدمة أبي الليث السمرقندي، ويليه إعانة المستهدي في تخريج أحاديث أبي الليث السمرقندي، هذه كتبه. 3 أسنى الغايات شرح تحفة الثقات في محاسن التوقفات، منظومة. 4 بقية الرائد فيما لذ وطاب من الفوائد، 3 مجلدات. هذه الكتب حتى الآن لا ترى النور منذ أن ألفها الشيخ إبراهيم المختار، ونهيب بأبنائه الموجودين في داخل إريتريا أو في خارجه أن يخرجوا هذا الكنز العظيم إلى النور. 5 الدرة البهية في حل الرموز الفقهية. 6 الحديقة الندية في اصطلاحات العلوم الشرعية. 7 مفيد المفتي والسائل إلى مختلف الوسائل، 3 مجلدات. 8 المطالب العالية في أحكام الفطرة والأضحية والزكاة المالية. دحض الوشاة عن اللغة في إريتريا والحبشة. ولأهمية هذا الكتاب نرجو البحث عنه في مكنوزاته رحمه الله. 10 لفت النظر إلى علماء الإسلام في إريتريا في القرن ال14، كذلك هذا الكتاب حتى نعرف العلماء الأجلاء الذين كان لهم دور في نشر العلوم الإسلامية والعربية في إريتريا في القرن ال14. 11 الحاوي لأخبار الشعب السيهاوي، الحاوي لأخبار الشعب السيهاوي، مجلدان، تاريخ عن هذه القبيلة، وهذا مهم جدا. 12 الجامع لأخبار جزيرة باضع، الجامع لأخبار جزيرة باضع أي مصوع، هذا كتاب.
ثالث عشر إزالة الغواشي عن أخبار النجاشي. إزالة الغواشي عن أخبار النجاشي. الرابع عشر جلاء النظر بأخبار رواق الزيالعة ثم الجبرت بالأزهر. هذا كذلك يبين لنا الطلاب الذين ذهبوا إلى الأزهر ودرسوا في تلك الزمان. الخامس عشر محو الغشاء عن ملوك الإسلام في الحبشة. السادس عشر الثريا بأخبار أوقاف إريتريا الإسلامية. السابع عشر القنبرة في تاريخ المركز الإسلامي بأسمرة. الثامن عشر مجلة الإسلام لصاحبها أمين عبد الرحمن، كان يكتب فيها المفتي رحمه الله إبراهيم المختار. التاسع عشر صحيفة القلم الصريح لصاحبها عبد الفتاح الرفاعي، كذلك نشر فيها الشيخ إبراهيم المختار رحمه الله. المناصب التي تولاها في إريتريا، ما هي المناصب التي تولاها المفتي في إريتريا؟ أولا عين كأول رئيس لمحكمة الاستئناف الشرعية النهائية، كما عين قاضيا لقضاة إريتريا في عام 1357 من الهجرة الموافق لعام 1939 ميلاد. عين كأول مفتي للديار الإريترية في عام 1358 هجرية الموافق لعام 1940. عين كأول مفتش لكافة المحاكم الشرعية في عام 1358 هجرية الموافق لعام 1440. عين كأول رئيس لكافة الأوقاف الإسلامية في إريتريا في عام 1361 في هجرية الموافق عام 1943. ترأس جبهة العلماء الإريترية. ترأس جبهة العلماء الإريترية في عام 1371 هجرية الموافق 1952 من الميلاد. عين كأول قاض وطني في محكمة إريتريا الكبرى النهائية في عام 1371 من الهجرة الموافق لعام 1952 من الميلاد. شهادة جامع الأزهر له بعد ما أن تخرج، وكان العلامة الشيخ الفقيه إبراهيم المختار المنيفري السيهاوي الأزهري مفتيا للديار الإريترية. وكان العلامة الشيخ الفقيه إبراهيم المختار المنيفري قبيلة منيفري السيهاوي الأزهري مفتيا للديار الإريترية. تاريخ وفاته في مساء يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر لعام 1389 هجرية الموافق ل 25 يونيو لعام 1969 ميلادي. نفذ قضاء الله بقبض روحه الطاهرة، وتم دفنه في ظهيرة يوم الخميس 11 من ربيع الآخر لعام 1389 هجرية الموافق ل 26 يونيو لعام 1969 في مقابر ضاحية حزحز بمدينة أسمرة، بحضور جمع قفير توافدوا من كل أنحاء إريتريا. وله من الذرية 5 أبناء هم فاطمة وسعاد وزهرة وإسماعيل وسالم. أما إسماعيل فهو الآن مفتي الديار الإريترية في زماننا هذا،
وأما الشيخ عفوا أما مفتي الديار هو سالم إبراهيم، وأما إسماعيل فهو داعية كبير في كندا. إسماعيل ابن إبراهيم المختار داعية كبير وله مركز في كندا. وأما سالم فهو مفتي الديار الإريترية في زماننا هذا رحمه الله رحمة واسعة. ثانيا من الزعماء أو من الرجال الذين سطروا في تاريخ أريتريا أسماءهم الزعيم الوطني الإريتري عبد القادر كبيري. ولد الشيخ عبد القادر ابن محمد صالح كبيري في جزيرة داسيت إحدى جزر مدينة مصوع في عام 1319 من الهجرة الموافق لعام 1902. وتلقى تعليمه في مدينة مصوع الساحلية، ثم التحق بالعمل الحكومي موظفا في الدوائر الحكومية أبان العهد الإيطالي. نشاطه السياسي: شارك في العمل السياسي منذ فترة مبكرة، ولما أنشئت الرابطة الأريترية في مدينة كرن كان في مقدمة مؤسسيها، وقد تولى رئاسة فرع الرابطة بمدينة أسمرة. وتقديرا لخدماته واعترافا بخبراته السياسية قرر المجلس الأعلى للرابطة إرساله مع أول وفد يسافر إلى أمريكا للدفاع عن حقوق الشعب الإريتري، ولكنه اغتيل قبل أن يغادر إلى أمريكا. محاولات التخلص منه من قبل إثيوبيا: لقد كان الشهيد كبيري مصدر غلق وانزعاج للعناصر الموالية لإثيوبيا نظرا لاحتكاكه بهم ومعرفته الدقيقة لخططهم وأساليب مكرهم. وقد كتب في ذلك العديد من المقالات في الصحف المحلية، وهذه المقالات إلى الآن لم نعثر عليها، ذهبت أدراج الرياح. وبفعل فاعل كل هذه الكنوز التي كانت في مدينة أسمرة اختفت قسريا. وقد كتب في ذلك العديد من المقالات في الصحف المحلية، لذلك حاولوا محاولات شتى لقتله والتخلص منه، وخاصة بعدما علموا بقرار الرابطة بإرساله إلى أمريكا في اجتماع ما يسمى بالأمم المتحدة. وتعرض لمحاولات اغتيالات في عدة مرات، ولكن في ليلة اغتياله كان الشهيد ساهرا مع رفقائه في فندق الخليفة أبرة موجود في أسمرة، يتبادلون الحديث عن أمور السفر ولوازمه. وفي حوالي الساعة 9 ليلا خرج من الفندق قاصدا منزله، وكان المجرم يتتبع خطاه وهو يمشي في شارع جاليري بمدينة أسمرة، فأطلق عليه الرصاص من مسدس ونقل الشهيد إلى المشفى الحكومي بمدينة أسمرة العاصمة الإريترية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ونتابع من قطع عن سيرة
المناضل الشهيد الشيخ محمد عبد القادر كبيري رحمه الله. وكما قلنا حينما خرج من الفندق تتبعه هذا المجرم الذي كان يتبع في حزب أندنت الذي كان يطالب بانضمام إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا، فقتله في شارع من شوارع أسمرة المشهور. ولكن نقل الشهيد إلى المشفى الحكومي بمدينة أسمرة هي العاصمة الأريترية، حيث أجريت له عملية جراحية بواسطة كبار الجراحين الإيطاليين، ولكن ذلك لم يجدي شيئا، فتوفى عند الساعة 9 ليلا من مساء الأربعاء غرة جمادى الآخرة لعام 1368 الموافق 31 مارس 1949 من الميلاد. وبيان المجلس الأعلى للرابطة بما أنه كان من مؤسسي وقيادات الرابطة الإسلامية في الأربعينيات، أصدر المجلس الأعلى للرابطة بيانا، وعقب وفاته عقد المجلس الأعلى للرابطة الإسلامية الإريترية اجتماعا وأصدر بيانا خلاصته بعد أن ذكر الحادثة ما يأتي. هذا بيان كتب باللغة العربية، واللغة العربية كانت تنادي بها الرابطة الإسلامية الإريترية آنذاك. يقول البيان: إن المجلس الأعلى للرابطة الإسلامية ينعي للشعب الإسلامي وفاة الشهيد عبد القادر محمد صالح كبيري، ويطلب منه أن يلزم الهدوء والسكينة، لأنه هو قائد من قيادات المسلمين في ذلك الوقت، والصراع كان دائر بين الذين يدعون لاستقلال إريتريا عن إثيوبيا وبين الذين يريدون الانضمام إلى إثيوبيا بما يسمى حزب أندنت أو الوحدة مع إثيوبيا. وإن المجلس يستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية في حياة رؤساء الرابطة الإسلامية منذ عام 1365 هجرية الموافق لعام 1946 ميلاد، ويذكر الشعب الإسلامي الإريتري أن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلى شيء من النجاح بالنسبة إلى مرتكبيها، ولا تؤثر في عزائم القادة المخلصين أو توهن من روح الشعب الإسلامي الإريتري، وإنه لا يبرأ ساحة الشعب الإريتري قاطبة من هذه الجناية، إذ لا شك أن فاعليها ليسوا إلا شرذمة قليلة تعمل لحساب بعض المعادين للرابطة الإسلامية. هكذا كان البيان الذي صدر في الأربعينيات أو نهاية الأربعينيات، وكان هنالك موكب وتشييع جنازة هذا القائد الكبير المسلم. تحرك هذا الموكب، موكب الجنازة من منزله في حي جزابرهانو في الساعة 12 نهارا، وقد لف نعشه بعلم الرابطة الإسلامية، وسار أمام جنازة طلبة المدارس الإسلامية وشبان جمعية الرابطة وجمعيات شبان المسلمين. هذه كلها الجمعيات كانت موجودة، شبان المسلمين كانت جمعية، ورابطة الرابطة الإسلامية كانت لها كيان، وكذلك الشبان الرابطة الإسلامية أو جمعية الرابطة. ثم سار العلماء خلف النعش، وبعدهم المدرسون والأعيان ورجال الحكومة والجاليات الأجنبية، واكتظت الشوارع كلها حتى كان موكب الجنازة يتوقف عند عدة مرات نظرا لكثرة الازدحام في مدينة أسمرة كلها خرجت لتشييع هذا القائد المسلم رحمه الله. ثم أقيمت عليه
صلاة الجنازة بإمامة سماحة المفتي إبراهيم المختار مفتي الديار الإريترية الأول. وعقب السلام رثاه رئيس فرع الرابطة بمدينة مصوع، وسيأتي هذا الرثاء في الأدب، مكانة الأدب في إريتريا، الأدب العربي. الشيخ ياسين محمد باطوق بكلمة مؤثرة، ثم بعده السكرتير العام للرابطة الإسلامية الشيخ إبراهيم سلطان، ثم ناظر المدرسة الإسلامية بالنيابة عن المدرسين، ثم الشيخ عبد الله باصالح الحضرمي رثاه بقصيدة، ثم سيوم معشو بالنيابة عن حزب الأحرار والتقدم. وقدر عدد من حضر الجنازة ب10,000 شخصا. هكذا كان المسلمون في ذاك الوقت وقفوا مع قائدهم بعد أن ضحى من أجل الإسلام والمسلمين بحياته رحمه الله رحمة واسعة. وأما قائدنا الثالث الذي سطر تاريخ إريتريا اسمه هو القائد الشهيد عثمان صالح سبه. ولد الزعيم عثمان ابن صالح سبه في قرية حرقيقو، وهي من ضاحية من ضواحي مدينة مصوع، وذلك في عام 1349 هجرية الموافق لعام 1931 ميلاد. ومنذ حداثة سنه بدت عليه مخايل الذكاء والنجابة وقوة الذاكرة في طفولته، وكان كثير الاهتمام بما يحدثه به أبوه طيب الله ثراه الشيخ صالح بن عثمان سبه والد عثمان، الذي كان فقيها ورعا صالحا. وقد عهده أبوه مع شقيقه الأكبر الأستاذ محمود صالح سبه، وهو الذي اهتم بالتعليم في مؤسسة جهاز التعليم الإريتري رحمه الله، وقدم للأمة العربية طلابا نجباء الآن يمثلون الشعب الإريتري في كثير من البلدان العربية. وإلى عهده وذهب بهما إلى فقيه القرية، كان لكل قرية فقيه أو شيخ يحفظ القرآن ويعلم ما تيسر من الفقه وغيره، وليعلمه القرآن الكريم. وبعد ذلك تعلم مبادئ القراءة والكتابة بمدرسة حرقيقو التي افتتحت سنة 1363 هجرية الموافق لعام 1944، وهو من الدفعة الأولى في هذه المدرسة، وتلقى تعليمه المتوسط بها أيضا. هذه النشأة التي نشأ إليها، نشأ في بيت صالح ورع، وأبوه كان من الصلحاء. اهتمام عثمان صالح سبب بالتعليم ووعيه السياسي. أثناء دراسته احتك بأبناء القوميات المهمشة في جامعة أديس أبابا. أثناء دراسته احتك بأبناء القوميات المهمشة في إثيوبيا مثل الأرومو والهراريين والصوماليين، ثم قام بنباهته ورجاحة عقله بتأسيس جمعية العروة الوثقى للدفاع عن حقوقهم. أقام هذه الجمعية لهؤلاء القوميات المهمشة في ذاك الوقت في إثيوبيا. أثناء هذه التجربة كسب وعيا سياسيا متقدما، خاصة من مهنة التدريس والتعليم جعلت منه قائدا تربويا ونقابيا لدفاعه المستمر عن الحقوق، وخاصة أنه عرف كقائد ملهم. إن إثيوبيا تعمل جاهدة على تجهيل الشعب الإريتري، فكان له دوره المناهض لهذه السياسة الخبيثة، فعمل على إيصال الكثير من الطلاب في قريته إلى مصر
والسودان من أجل تأهيلهم بالعلم. وكان لجماعة الإخوان المسلمين دور حاضن في البداية، وهو دور معروف في استقطاب الجاليات الإسلامية. مؤلفات: ترك القائد الشهيد نحسبه كذلك عثمان صالح سبه مكتبة غنية بالتاريخ وغيره. أثرى الزعيم عثمان صالح سبه المكتبة الإريترية بمجموعة من الكتب، وقد هذا يقول الذي كتب عنه: وأنا أعترف ابتداء بأنني تأثرت كثيرا بكتبه التي شكلت ثقافتي ومعرفتي بتاريخ الشعب الإريتري. هذا الكاتب هو عبد الرحمن الراشد، هو من صحيفة الأنباء الكويتية. وقال: وقد سعدت بلقائه في الكويت، هكذا كتب في صحيفة. ويقول: قد سعدت بلقائه في الكويت، لأنه عثمان صالح سبه كان يطوف ويجول إلى الدول العربية لمساعدة الشعب الإريتري، وكان يربط الشعب الإريتري بهويته العربية، فكان ينادي بالعروبة، لأن إريتريا لها هوية عربية ولو نكرها الناكرون. لذلك وعرف باهتمامه بالعلم والتعليم، وطبق لأول مرة شعار الثورة: يد على الزناد ويد أخرى على الكتاب. هذا كان شعار القائد عثمان صالح سبه، وطور منشورات الثورة الإريترية وانكب على التأليف والترجمة والطبع، وكان يجيد اللغة الإنجليزية ويجيد اللغة الأمهرية، بالإضافة للغة العربية التي قرأها في قريته. وأبان شرعية نضال الشعب الإريتري، وفند حجج الاحتلال الباطلة، وشرح القضية الإريترية من جوانبها التاريخية والقانونية والجغرافية. وله 5 مؤلفات قيمة، وهي: كتاب تاريخ أريتريا، 2 جغرافيا إريتريا، 3 علاقة السودان بإثيوبيا عبر التاريخ، 4 الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ. مشاهدي الكرام، استودعكم الله وألقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.